Get on my head. Get on my head. Get on my. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله ما قبل معركة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك التي ستقام في السعودية يوم الجمعة الساعة 7:30 إن شاء الله. هنتكلم عن حاجات كتير، إصابات الفريقين ورئيس الزمالك صفقات ومدرب جديد وإدارة جديدة، يعني لازم بالنسبة لهم يفوزوا بالبطولة دي عشان يستمروا وتديهم دفعة. والأهلي يخشى ما حدث في السوبر الافريقي والدوري الافريقي، لازم نكسب بالنسبه لهم لازم نكسب الكاس ده عشان ما يبقاش فيه لخبطه في النادي وناس تمشي وناس تيجي ويبقى فيه يعني زي في راحلين وقادمين لعيبه وممكن المدرب كمان يمشي. هنشوف كل ده في الفيديو ان شاء الله. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتقول لي الحلقه عجبتك وايه رايك في الصوت. يلا بينا نبدا. المباراة تكون في السعودية. تركي آل الشيخ قال المباراة تكون على مستوى عالي بإخراج عالي بنقل عالي بكاميرات كأس عالم بمستوى بتاع كأس عالم، وهيكون في نجوم في الاستوديو التحليلي، هيكون مثلا زي جوزيه مورينيو، وهيكون قبل الاستوديو التحليلي في قبل المباراة باستوديو تحليلي بكذا ساعة، وقبل المباراة في احتفال، وبعد المباراة في احتفال برضه لمدته تقريبا ساعتين للي هيكسب، وجايزة مالية كبرى للفريق اللي هيكسب، وجايزة مالية لأحسن لاعب في المباراة. وهتكون المباراة تقريبا بتعليق مدحت شلبي، والحكم هيكون اسمه أندرسون دارانكو، حكم جتة كده يعني زي محي الشرقاوي. ده قبل كده ده يعني ملخص ما قبل ما نخش فيه أحداث الفريقين. الأهلي بيغيب عنه إصابات، لعيبة مصابة يعني، والزمالك عنده إصابات. الأهلي عنده محمد الشناوي، محمود متولي، ياسر ابراهيم، اليو ديانج، وشكوك حول جاهزية احمد عبد القادر، محمود الضو كريستو، ووسام ابو علي اللي لسه طلعت اشاعات امبارح ان هو تغيب عن المران، مش اشاعات اكيد ان هو تغيب عن المران الجماعي وتدرب منفردا على خفيف كده يعني في الجيم، وان لسه مش عارفين الكهرباء جوه موجود في القايمه ولا لا. دي بتوع الاهلي. بتوع الزمالك محمد عبد الشافي طبعا الاصابه بالصليبي، ربنا يرجعه بالسلامه، والونش، وغيابات اخرى ابراهيم نضاي وغيابات اخرى. هنخش ان شاء الله نقول المدرب الجديد بتاع الزمالك اسمه جواو جوميز باداره جديده. لازم البطوله دي بالنسبه لهم حياه او موت، لازم يكسبوها عشان تديهم دفعه بقيه الموسم، يا اما يكسبوا الكونفدراليه يا اما يرجعوا في الدوري يا اما يستمروا بعد كده ان شاء الله. والمدرب بتاع الزمالك ده لو كسب كاس مصر انا بقول لك هيكمل لحد نهايه عقده، والاداره هتنجح مع بعضها. محتاجين دفعه معنويه كبيره جدا بفوز باللقب، وهيكون مش اي فوز كمان، هيكون فوز على الغريم التقليدي النادي الاهلي. فمحتاجين الفوز ده جدا جدا يعني عشان تدوم دفعه بقيه الموسم. الاهلي مش عايز يخسر الكاس عشان ما يبقاش خسر كذا بطوله في الموسم. خسرنا السوبر الافريقي، الدوري، وخرجنا من الدوري الافريقي، مش هتبقى كمان بكاس مصر. لو حدثت وخسرناها هتبقى هيحصل مشاكل في النادي، ممكن المدرب يمشي، ممكن اللعيبه تمشي، ممكن صفقات بقى نشوف صفقات جديده تيجي ونبيع لعيبه كتير. ده ممكن اللي يحصل هنا واللي يحصل هنا، سواء ده فاز او ده فاز او ده خسر او ده خسر. قائمة الزمالك اعلنت، انما قائمة الاهلي لسه لم تعلن. قائمة الاهلي مش هتخرج عن الاسماء دي تقريبا يعني مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، حمزة علاء. الدفاع علي معلول، اكرم توفيق، محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم الدبيس. خط الوسط تقريبا هيكون امام عاشور، قفشه، عمرو السولية، ديانج مصاب مش هيكون موجود عن مروان عطية، ممكن يضم لاعب من الشباب ولا حاجة، بس تقريبا هيستبعد يعني مش هيبقى موجود على دكة البدلاء. خط الهجوم موديست، كهربا لسه مش عارفين هيكون موجود ولا لأ، ووسام أبو علي برضه شكوك حول جاهزيته. طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، حسين الشحات، رضا سليم، بيرسي تاو، ممكن برضه أحمد عبد القادر لسه مش عارفين، محمود الدولي كريستو لسه مش عارفين. دي اللعيبه بتاعت الاهلي القايمه مش هتخرج عنهم ان شاء الله يعني. الزمالك يعني مدرب جديد لسه لعب مع الفريق مباراة الاسماعيلي، والمباراة بتاعتهم اللي كانت المفروض تلعب من قيمة كام يوم الغيت في الكونفدرالية بسبب ان الفريق التاني ما سافرش، فلسه مش عارفين برضو هيبقوا مريحين زي الاهلي برضو بقالهم فترة.
لعبوا ماتش الاسماعيلي اخر الماتش والماتش اللي قبله كمان. الغريب بقى ان في الماتشين دول اللاعب اللي بيستمر مع جواو جوميز هو دونجا. دونجا اللاعب الوحيد اللي مستمر في التشكيله. الزمالك المدرب بيلعب بيه 4-2-3-1 بوجود صانع العاب، وبيلعبوا بخطه ان اللعيبه تبقى متمركزه كلها في فرقه منطقه الخصم، ويقوم صانع العاب رامي كوره الباك اليمين او الباك الشمال، يخش يا اما يشوطها يا اما يعرضها في بيت الجون، زي ما شفنا في مباراة الإسماعيلي لما عمر جاب الجون وعبد الله السعيد هو اللي رفعها. فلازم الأهلي ياخد باله من الحكاية دي، إن اللاعب يجي من ورا محدش يكون واخد باله، فصانع الألعاب بتاع الزمالك يقوم رافعها، فممكن تعمل مشاكل للفريق. جو جوميز برضه ممكن يخلي باله من حاجة، إن الأهلي ممكن يلعب على المرتدات، إن الزمالك يبقى متقدم كله في منطقة الخصم، فبيسيب مساحات في ظهره. ممكن بيرسي تاو ورضا سليم صراع ممكن يجوا في المساحات ديت ويلعب على هجمة مرتدة. لسه أكيد الفرقتين هيبقوا خايفين من بعض عشان هنا إمكانيات وهنا إمكانيات. هنوضح بقى يعني التشكيل بتاع الفريقين اللي ممكن الفريقين يبدأوا بيه. الأهلي هيبدأ إن شاء الله بمصطفى شوبير، أنا بقول إن شاء الله يعني مصطفى شوبير، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أكيد إن شاء الله محمد هاني، ممكن عمر كمال ولا حاجة، بس إن شاء الله هيكون محمد هاني ده ما أعتقد يعني عشان هو ثابت مع الكورة بقاله فترة. قدامهم بقى في خط الوسط مروان عطية وكوكا على ما أعتقد، وقدامهم إمام عاشور في اليمين، بيرسي تاو في الشمال. انا شايف ان رضا سليم لازم يبدا الماتش ده اساسي. وفي الهجوم لو وسام ابو علي جاهز 100% هو اللي يبدا اساسي، لو مش جاهز ممكن نشوف موديست هو اللي يبدا اساسي، وممكن يكون على الدكه الله اعلم. بس لو مش كهربا موجود في القايمه ووسام ابو علي مصاب، هنواجه مشكله كمان ان يبقى موديست هو الوحيد اللي يبقى في راس حربة، هو كمان مش هيقدر يكمل 90 دقيقة، ممكن الماتش يروح وقت إضافي، يروح إضرابات جزاء. لازم كهربا يكون موجود، ولو موجود في القايمة وأسامة أبو علي مش جاهز يلعب هو أساسي. الزمالك بيلعب 4-2-3-1 في حراسة المرمى. ماتش وماتش، ماتش يكون صبحي ماتش يكون عواد، لسه مش عارفين مين اللي هيلعب اساسي. بيلعب في قلب الدفاع حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي، على الشمال احمد ابو الفتوح، على اليمين عمر جابر او ساعات مصطفى الزناري، قدامهم عماد دونجا، والماتش اللي فات كان لعب عبد الله السعيد جنبه، وقدامهم ناصر مان. مش عارف الماتش بتاع الاهلي هيلعب نفس الخطه، على اليمين مصطفى شلبي، على الشمال زيزو، قدامهم ناصر منسي. بيستغل ان طول ناصر منسي في العرضيات وان زيزو ساعات بيرفع عرضيات. لازم الاهلي برضه ياخد باله من حكايه الكره الطوليه اللي متسقطه ورا الدفاع اللي عبد الله السعيد بيعملها، في زي ما حصل ماتش الاسماعيلي وعملها لعمر جابر. لازم برضه الزمالك يقولنا ما ينزلش فاتح خطوطه، لان الاهلي يعشق حكايه ان الخصم يكون فاتح خطوطه زي ما حصل في نادي البلديه، والاهلي داخل منتعش بالفوز 5 اهداف مقابل هدف. الفريق ما استقبلش الهدف واحد من ضربه جزاء في اخر 4 مباريات، والدفاع بتاعه متماسك وكويس. ده ملخص احداث الفريقين واللي بيحصل وكده. الأهلي بيمتلك رقم قياسي في الفوز ببطولة كأس مصر 38 مرة. تاريخ مواجهات الفريقين في نهائي كأس مصر لعبوا 21 مباراة، 9 فوز لكل منهما، 3 تعادل لكل منهما، سجل 35 هدف لكل منهما، هما الاتنين زي بعض. هنشوف المباراة دي هيحصل فيها ايه، وهتكون مقامة في السعودية. يا رب يكون الماتش كويس والفريقين يسجلوا أهداف كتير، نشوف ماتش ممتع. يا رب يعني يشوف مثلا الماتش يخلص 3-2 كده ولا حاجة. للأهلي طبعا أهلاوي لازم يكون في زي إثارة في الماتش أتمنى. فده ملخص حلقتنا النهارده، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ولو عجبتك الحلقة تقول إنها عجبتك في الكومنتات. سلام عليكم.